السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. معاكم وفاء مصطفى، وهعمل معاكم النهارده صينيه الجلاش الحلو بالسكر واللبن بطريقه جديده جدا. زي ما انتم شايفينها، كل قطعه منها هتبقى عامله زي الفطيره اللي بالسكر واللبن اللي بنشتريها. هتعمليها في 5 دقايق وانتي واقفه، وهطلع لكم قطعه منها عشان تشوفوا قد ايه هي مورقه. عايزه اقول لكم ميزتها انها مش هنستخدم فيها سمنه كتير، يعني تلت كوبايه من السمنه وهتطلع الفطيره مورقه كده ومن غير ما نتعب فيها. سكرها مظبوط جدا وسمنتها وطريه، وبجد بجد احلى اختيار لما تكوني عايز تعملي اسرع حاجه حلوه في حياتك. اول حاجه هنبدا بيها، هنجيب صينيه وندهنها سمنه، تكون سمنه جامده. ومعايا هنا تلت كوبايه من السمنه او الزبده، او الزبده على سمنه، او زبده على زيت، اي حاجه. ودي لفه جلاش يا جماعه، نص كيلو يعني 500 جرام. يفضل ان انت تعملي في صينيه تكون على شكل ورقه الجلاش، يعني مستطيله كده عشان تسهلي على نفسك. وفي 5 دقايق بالظبط نعملهم. جبت ورقه جلاش، دي ورقه ونص، وادي النص التاني، يبقى انا كده حطيت ورقتين. تلت كوباية السمنة اللي معايا هيكفي الصينية كلها، ايوه هيكفي، وهتبقى مورقة جدا وطعمها حلو جدا. انا حطيت بقى الورقة التالتة وظهرت السمنة باينة اهي قدامي، فمش هدهن غير كل ورقتين. يعني بتدهني كل ورقتين كده، والمهم ان كمية السمنة مش هنزودها خالص. هي تلت كوباية السمنة دي هتقضي الصينية كلها. دقيقتين 3 وهتكوني خلصتي رص الصينية. بنفس الطريقة كده دهن ما بين كل ورقتين. لو لقيتي السمنة زيادة معاكي ادهني عادي، ما يجراش حاجة، المهم هي تلت كوباية السمنة وبس. بصوا انا كده خلاص، فاضل لي ورقتين 2 هحطهم، وحبيت اوريكم كمية السمنة اللي فاضت معايا. حطيت الورقة اللي قبل الاخيرة، وبرش بقى على قد السمنة بتاعتي، رشة خفيفة خالص من السمنة. وسبت بقى اخر يعني شوية سمنة هدهن بيهم الوش. خلصت بقى اخر واحدة. دلوقتي انا هجيب سكينة تكون حامية جدا، يعني سن السكينة لو ما كانتش حامية، عشان عايزين نقطع الجلاش تقطيعة سريعة ويتقطع حلو من غير ما يتنى كده معانا ولا يتعوج في الصينية. قطعت بالطول كده 3 يعني على 3 قطع اهو، وبعدين بالعرض على 4. قطعي التقطيعة اللي انت عايزاها. حابة تتني الاطراف لجوه يعني عشان شكلها تبقى فطيرة تمام، مش حابة مش مشكلة. ودلوقتي هدهن بقى باخر فرشة سمنة معايا الوش بتاع الصينية. انا كنت مشغلة الفرن من اول ما بدأت، لانه ما بياخدش 5 دقايق في العمايل. فرني على درجة حرارة 180. دخلتها على الشبكة، وكنت معلية الشبكة شوية عشان تاخد لون من كل ناحية. شغلت عليها الشواية اخر يعني دقيقة، وخدت اللون الجميل ده. وهي طالعة بقى سخنة زي ما هي كده. كان عندي شربات تقيل بارد، بعمل كيلو سكر مع نص لتر من المية مع عصرة ليمونة، وبيغلوا على النار 13 دقيقة. بشيلهم بقى ببرطمانات كده، بيفضلوا عندي لأي حلويات. يعني الشربات تقيل وبارد، ما بكترش بقى الشربات خالص، انا عايزاها فطيرة كده طعمها حلو، مش معسلة قوي كده وتضايق في الاكل. رشيت حوالي 4 معالق كده من الشربات التقيل. وهنا معايا نص كوباية من اللبن السخن. اللبن ليه سخن يا جماعة؟ عشان يطري الفطيرة، يخليها فطيرة ما يخليهاش جلاش كده ناشف. فهجيب بقى، هرش بقى اللبن السخن على الصينية كلها، بس هركز في الأطراف بتاعة الصينية عشان دي بتبقى ناشفة شوية. اللبن السخن بقى هيطريها وهيخليها بقى مع السكر الشربات التقيل اللي احنا حطيناه طعمها مسكر وطري وحلوة جدا. عايزة اقول لكم عملتها في 5 دقايق بالظبط، والتسوية بتاعتها ما خدتش برضو ربع ساعة. وكانت صينية الجلاش الحلو بالسكر او بالشربات واللبن تحفة وجاهزة معايا. كل قطعة تطلعيها كأنك بالظبط بتاكلي فطيرة بالسكر واللبن. حابة تحطي ترشي عليها سكر بودرة للشكل كمان حطي. انا ما حبيتش، عشان يعني الحاجة تبقى سكرها معقول كده احسن. طلع لكم بقى قطع منها عشان تشوفوا قد ايه هي مورقة، رغم ان احنا ما تعبناش فيها ولا ورقنا ما بين كل واحدة والتانية. بصوا قد ايه هي طرية كمان، بصوا يا جماعة، توريقة واضحة جدا وفي نفس الوقت طرية. الطعم بتاعها هيعجبكم بجد، القرمشة من فوق وطرية من جوه. بصوا اهو الطبقات، شايفين يا جماعة جمالها؟ بجد بتتنسف من جمالها، مش بس من جمالها، من كتر ما هي حاجة خفيفة، حاجة حلوة سريعة وخفيفة ولذيذة، وكمان ما تعبتناش خالص. هي لفة جلاش وتلت كوباية سمنة، وبنعمل العظمة دي طرية وطعمها تحفة بجد. خلصت الفيديو بتاعي،
كان هدف الافادة. يا رب تكونوا استفدتوا. لو عجبكم الفيديو يا جماعة، شايفين الطريان، بس عايزة اوريكم ان انتم مش هتقاوموها. حطوا بقى لايك حلو للفيديو، شيروه في كل حتة. اللي مش مشترك في القناة يشترك عشان توصلوا كل فيديوهاتنا. اشكركم جدا، شكرا ليكم.